السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. هنعمل النهاردة تحديث لسهم المصريين للاستثمار. هنبص على السهم ده، هو عمل معانا ايه الفترة اللي فاتت. أول حاجة نرسم له كده ايه. دي رقم واحد معانا اهي لحد هنا اهو. دي رقم اتنين. رقم تلاتة عمل فيها صعود قوي، ونعرف ان هي رقم تلاتة ان ايه عملت لنا اختراق للقناة السعرية لأعلى. فرقم تلاتة دايما بيحصل فيها اندفاع قوي وصعود قوي، بتخترق معانا القناة السعرية الأعلى. تمام. وبعد كده أربعة، وبعد كده هيطلع معانا في رقم خمسة. حاليا هننزل نبص على رقم تلاتة، هل هي خلصت كده رقم تلاتة؟ يعني دي هل دي تلاتة خلصت ولا لسه ما خلصتش؟ أنا يعني برجح إن رقم تلاتة لسه ما خلصتش. في الغالب رقم تلاتة لسه ما خلصتش، احنا كل ده لسه في رقم تلاتة. فهنعد كده رقم تلاتة، هنرسم من ايه هنا واحد هنا اتنين. وزي ما انا نزلت في فيديو قبل كده قلت ان هي رقم اتنين في تلاتة عمل فيها تصحيح صغير. يعني هنا لو تلاحظ معانا ان رقم اتنين ما نزلتش كتير، فهنا بتعوض رقم أربعة في تلاتة ان كان الهبوط فيها قوي شوية. فهتبص ان السهم ده ان شاء الله لسه عنده صعود تاني. لسه عندنا صعود في رقم خمسة من تلاتة، وبعد كده هبوط، بعد كده هبوط وتصحيح، يعني بعد كده يعمل معانا اللي هي رقم خمسة الرئيسية. فكل ده احنا لسه في أربعة من تلاتة، يعني تلاتة لسه برضو ما خلصتش ان شاء الله. تمام. واللي أكد يعني ان هي احتمال كبير جدا رقم اصلا تلاتة لسه ما خلصتش، اللي هي ايه نسب فيبوناتشي. يعني لو هنشوف كده من رقم واحد لقمة واحد لقاع رقم اتنين هنرسم عليه فيبوناتشي، هنبص ان هو ايه لسه ما جتلناش عند 161. ففي الغالب رقم تلاتة بتخلص عند 161 فيبوناتشي. يعني ده النسبة الذهبية اللي هي رقم تلاتة تجينا عند 161، اللي هي تقريبا عند علامة 277. فالسهم ده ان شاء الله لسه عنده صعود تاني، لسه عنده صعود الارقام دي. وبعد ما يوصل للرقم ده هيبدأ يعمل عمليات تصحيح قوية شوية، يعني اقوى من التصحيح ده. وبعد كده ممكن يوصل معانا لنسبة 261، اللي هي هتكون الخمسة الرئيسية، تجينا عند علامة 329. هنبص برضو هل هو حاليا خلص تصحيح ويبقى قابل للشراء في الأيام دي. هنركز ان فاحنا رسمنا فيبوناتشي على بداية رقم تلاتة، ان احنا اللي هي بنصححها حاليا اللي هي تلاتة من تلاتة. فرسمنا كده الفيبوناتشي مظبوط معانا على رقم تلاتة، فجات لنا هنا والسهم بدأ يعمل ارتداد من عند 50% فيبوناتشي. وارد ان السهم يكون خلص تصحيح، يعني ممكن بنسبة كبيرة يكون خلص تصحيح ومن بداية من الأسبوع اللي جاي هيبدأ يصعد. تمام. فالسهم يعني ايه للشراء والتجميع، وانت ممكن تشتري جزء هنا في الأسعار دي. والله السهم نزل تاني يعني للأماكن دي عند نسبة 61، فهيبقى ايه فرصة انك تشتري اكتر وتزود في الكمية، مش عشان تبيع مثلا وتخرج من السهم. فالسهم حاليا للشراء اذا كان خلص تصحيح، او قد يعمل كسر طبعا للقيعان دي، ان كل دي اماكن سيولة. كل القيعان دي وديول الشموع دي اماكن سيولة، فالسهم احيانا يعني يحب يرجع للاماكن دي تاني ويسحب منها السيولة. وايه ويعني اذا كان ايه يخلي الناس تعمل ايقاف خسائر وكده لما يكسر معاك القيعان دي. فالسهم لو جالنا في الاماكن دي على عند علامة 227، ففرصة كويسة جدا للشراء. يعني ممكن تاخد السهم من هنا، هتبقى تبيعه بعد كده فين عند الهدف بتاع فيبوناتشي الاولاني اللي هو عند علامة 277. فالسهم ان شاء الله لسه في صعود تاني. لسه عندنا موجات لسه من السهم لسه معملهاش. لسه عندنا الخمسة من التالتة، وبعد كده عندنا الخمسة الرئيسية. فان شاء الله السهم ده لسه في صعود تاني. وده كان معانا المصريين للاستثمار، وشكرا.